السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا مستر أحمد. الصراحة تعامل راقي، سرعة بالحجز والتشيك إن، للأمانة في مصداقية حتى في المواعيد. الله يعطيك العافية، للأمانة ما قصرتوا، شغلكم كله مضبوط. أنصح بالتعامل مع مستر أحمد والشباب اللي وياه، أمانة تعامل جدا راقي. السلام عليكم. بحب أشكر فنادق مصر وأشكر الأخ أحمد عزت على الحفاوة والاستقبال وعلى كرم الضيافة وعلى توفير جميع متطلبات الحاجات اللي طلبناها، كل شيء، العربية، الأوتيل، الاستقبال، الممر، يا سلام، كل حاجة، التعامل، إنهاء الإجراءات، كل حاجة على العال. شكرا لك يا أحمد عزت، وشكرا لفنادق مصر، ومتشكرين، تعبناك معانا في استقبلتنا وتعبت معانا. حبيت أشكر أستاذ أحمد على المصداقية وحسن المعاملة وترتيب المكان من الاستقبال في المطار إلى دخولنا للفندق وترتيب المواصلات والبرامج وكل الأمور المتعلقة في القاهرة. حبيبي يا أحمد، والله أنا ما أعرف شو أقول لك، بس إن الله يكثر من أمثالك وجزاك الله خير. صراحة أنت إنسان في قمة الرقي والأخلاق وتعاملك جدا راقي يعني. فأنا متأكد إن شاء الله ما راح يكون آخر، يعني لو غادرنا القاهرة أو مصر يعني، بس متأكد إن شاء الله إذا جيت مرة ثانية مصر راح تكون يعني، راح نرجع ونتواصل وياك ونتعامل وياك إن شاء الله. جزاك الله خير، شكرا جزيلا أحمد، على تواصل إن شاء الله. مشكور أخوي أحمد، الله يعطيك الصحة والعافية، وعسى الله يخلي عيالك ويبارك فيهم ويخليك ويطول بعمرك إن شاء الله. وجزاك الله ألف ألف خير، ويكثر من خيرك ومن رزقك ويفتح عليك فتوح العارفين يا رب العالمين إن شاء الله. والله مشكور، كلك ذوق، جزاك الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخويا الأستاذ أحمد عزت، مساك الله بالخير، كيف حالك؟ طيب، أولا شكرا ما قصرت والله يا أخويا. جاء اليوم الصباح ويثني عليك على التعاون معاه وعلى تغيير الغرفة له وتمديده الساعة 3. صراحة أثلجت صدري، وهذه مي غريبة عليك أخوي أحمد عزت. الله يعطيك العافية يا عمي، الله يعطيك العافية، كله تمام، وأبشرك وأمورنا بخير. والله يعطيك العافية، ومشكر على تعاملك الراقي، يشهد علي الله، كان تعاملك جدا راقي صراحة. من